صباح الخير. الحياة لن تستقيم إلا لما تكون قوي. والله هتعرف الكلام ده وانت عندك 10 سنين، وانت عندك 20 سنة، وانت عندك 100 سنة. بس هي دي الحقيقة اللي محدش هيقولها لك. طبعا انتوا فاكريني دلوقتي ان انا بقول لكم انزلوا اضربوا في الناس مثلا. الجاهل لما الواحد يتكلم عن القوة يفتكر القوة العضلية، والحقيقة ان القوة العضلية دي تعتبر هي، انا ما بعتبرهاش قوه، انا يمكن اعتبرها انها شيء من الضعف. لانك انت لو استخدمتها واتمسكت هيتحط عليك، خلاص هيتعلم عليك حرفيا. في اي دوله في العالم هتفقد وظيفتك، هتفقد هنا كل اللي معاهم ابروباتسيون اللي هي مزاوله مهنه. الاطباء، الصيادله، المحاميين بيفقدوا مزاوله المهنه لو اخذوا عقوبه كبيره اكبر من 3 شهور، ما يقدروش حتى يمارسوا المهنه. فالقوه العضليه هي دي، مش هقول نقطة ضعفك، ولكن ممكن تسبب لك مشاكل كتير جدا في حياتك. القوة مش قوة عضلية، القوة في وجهة نظري هي 4 حاجات. أول حاجة قوة عقلك. لو أنت ما فهمتش بسرعة الموضوع هتتاكل خلاص كده. في ناس كتيرة هتتحرك من وراك، في أصابع كتيرة جدا خفية وأنت مش هتبقى فاهم، هتاكلها. يعني بالمثل السوري لازم تبقى حد الذكاء، لازم تطور مهارات ذكائك. الذكاء في نوعين، في فطري وفي مكتسب. امسك بقى انت في المكتسب، لازم تطور ذكائك. الحاجة التانية القوة النفسية، ودي اغلب الناس اللي انا للأسف تعاملت معاهم عندهم مشكلة في النفسية بتاعتهم، يعني ضعفة جدا. يعني اي حد ممكن يضحك عليهم، هشين نفسيا، ما عندهمش ثقة في نفسي. واحنا شفنا ناس عندها علاقات وعندها فلوس وعندها قوة جسمانية وحادين الذكاء، لكن عندهم هشاشة نفسية. دول على طول أول ناس بيتحط عليهم، دول على طول أول ناس بيقعوا. قوتك النفسية أو قوتك النفسية ده نوع من أنواع الحماية، دي أكبر قوة ممكن تحمي بيها نفسك. الحاجة الثالثة الفلوس. فعلا دي الحقيقة. في أغنى المجتمعات، في أكتر المجتمعات رحمة، أو أكتر المجتمعات اللي هي بتتغنى بحقوق الإنسان ليل ونهار وصبح وليل، مش هتعرف تاخد حقك إلا لما يكون معاك فلوس برضو. يعني في الأول والآخر الفلوس برضو هي سبب كبير جدا في إن أنت تحمي نفسك أو تاخد حقك لو حد اتعدى عليك. اوعى حد يقول لك دي الفلوس دي مش عارفه، اوعى حد فاشل، حتى لو الفاشل ده شخص من اشخاص اسرتك. انا اسفه، الاب والام الفقراء هم ما نجحوش اقتصاديا، فما ينفعش ان هم يدوكوا نصيحه ازاي تكسبوا فلوس.